شهد العالم عبر تاريخه الطويل تطورات متلاحقة وتحولات كبيرة في العلاقات الدولية، فلا توجد دولة تستطيع أن تعيش بمعزل عن غيرها. أنا مستر محمد السيد الشامي، والنهاردة إن شاء الله هنتكلم عن الدرس الأول في الوحدة الرابعة بعنوان ماهية العلاقات الدولية. أهلا وسهلا بكم سنة تالتة ثانوي. النهاردة هنتكلم على الدرس الأول في الوحدة الرابعة بعنوان ماهية العلاقات الدولية. في البداية بيقول لك شهد العالم عبر تاريخه الطويل تطورات متلاحقة وتحولات كبيرة في العلاقات الدولية. يعني التفاعل ما بين الدول والعلاقات اللي ما بين الدول ديت ظاهرة قديمة من زمان جدا، والدول وهي بتعمل علاقات مع بعضها. ليه بقى بتعمل علاقات؟ قال لك فلا دولة تستطيع أن تعيش بمعزل عن غيرها، يعني ما ينفعش دولة إن هي تعيش لوحدها، لأن الدولة ديت أكيد ما عندهاش كل الموارد إن هي تعيش لوحدها، لازم أن تتفاعل وتعمل علاقات مع الدول المجاورة علشان تقدر تعيش معاها. طيب العلاقات ديت بتاخد أشكال زي إيه؟ قال لك زي الأحلاف العسكرية والأحلاف السياسية والتكتلات الاقتصادية. بنعمل أحلاف سياسية زي المعاهدات السياسية بين الدول والعلاقات ما بين الدول، والأحلاف العسكرية علشان نحفظ الأمن في المنطقة زي حلف وارسو وحلف الناتو اللي خدناه قبل كده. والتكتلات الاقتصادية زي تكتل الإيبك وتكتل النفط، تكتلات اقتصادية بنساعد بعض ونكمل بعض. كل دي تسمى أو تندرج تحت اسم العلاقات الدولية. كلمة علاقات دولية نفسها بقى يعني إيه؟ قال لك هي مجموعة تفاعلات بين أطراف أو وحدات دولية، مثل العلاقات الاقتصادية والسياسية والعسكرية والقانونية والدبلوماسية بين الدول أو منظمات ودول موجودة على الساحة العالمية. يعني إيه الكلام ده؟ مجموعة تفاعلات بين أطراف. إيه هي الأطراف؟ يعني منظمات أو تكتلات. منظمات زي إيه؟ زي منظمة الأمم المتحدة وزي جامعة الدول العربية كده. أو تكتلات زي تكتل الإيبك وتكتل النفط. أو وحدات دولية. وحدات دولية يعني إيه؟ يعني ما بين دول. مصر والبرازيل مثلا بيبدأوا إن هم يعملوا مع بعض علاقات دولية. طب العلاقات ديت زي إيه؟ زي علاقات اقتصادية زي التكتلات الاقتصادية، أو علاقات سياسية زي المعاهدات السياسية، أو العسكرية زي الأحلاف العسكرية، والقانونية والدبلوماسية زي التمثيل الدبلوماسي في المؤتمرات. أو دولة مثلا بدأت إن هي تعمل سفارة عند دولة تانية، دي تعتبر برضو تمثيل دبلوماسي. ومنظمات دولية موجودة على الساحة العالمية زي ما قلنا منظمة الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية. ده كده مفهوم العلاقات الدولية. نيجي بقى بعد كده على تطور العلاقات الدولية عبر الزمن. العلاقة الدولية خدت معانا 3 أشكال في العصور القديمة والوسطى، وعندك كمان في العصور الحديثة وفي الوقت المعاصر. أثناء العصور القديمة والوسطى في عندنا 3 معاهدات أو 3 علاقات حصلت. أول علاقة حصلت معانا كانت ما بين رمسيس الثاني وما بين ملك الحيثيين سنة 1258 قبل الميلاد، وكان هدفها تنظيم مبادئ الحرب والسلام ما بين الدول. ودي تعتبر أقدم علاقة حصلت عبر التاريخ، كانت ما بين رمسيس الثاني اللي هو أحد الملوك الفراعنة في مصر عندنا، وعندنا ملك الحيثيين اللي هو كان موجود في بلاد الشام اللي كانت بتضم تركيا وسوريا وفلسطين ولبنان. دي اسمها بلاد الشام، عشان لو جالك سؤال وقال لك أقدم العلاقات الدولية كانت بتحصل ما بين قارة إيه وقارة إيه، تقول له ما بين قارة أفريقيا اللي هي فيها ملك مصر اللي هو رمسيس الثاني، وما بين قارة آسيا اللي فيها ملك الحيثيين. والعلاقة هنا كان هدفها عسكري، لأن العلاقة كانت ما بين رمسيس الثاني والحيثيين قعدوا حوالي 15 سنة يحاربوا ضد بعض لحد ما انتهت بعقد أول معاهدة سلام في التاريخ ما بين ملك الحيثيين وما بين رمسيس الثاني. وتاني علاقة حصلت معانا في العصور القديمة والوسطى كانت ما بين الفرس والروم. الفرس كانت بتضم منطقة إيران، والروم كانوا بيضموا منطقة جنوب أوروبا اللي هي منطقة إيطاليا دلوقتي. وكانت منطقة بلاد الشام كانت زي منطقة نفوذ في الوقت ده. كان اللي يسيطر على منطقة بلاد الشام كان يبقى هو يعتبر كده انتصر على الدولة التانية. وتالت علاقة معانا في العصور القديمة والوسطى كانت علاقات الدولة الإسلامية المتعددة مع جيرانها ومع القوى اللي صارعتها في مختلف العصور. الرسول صلى الله عليه وسلم بعد صلح الحديبية بدأ إن هو ينشر الإسلام على الدول المختلفة عن طريق إن هو كان بيعرض عليهم 3 عروض. أول عرض إن هو يدخل في الإسلام، إما دفع الجزية وإما الحرب. فإذا لو جينا بصينا كده على العلاقات الدولية في العصور القديمة والوسطى هنلاقيها إن هي بتاخد معانا الطابع العسكري، وكمان بتاخد معانا الطابع الإقليمي، لأن العلاقات كلها كانت بتحصل ما بين الدول المجاورة، علشان كده خدت الطابع الإقليمي. نيجي بعد كده بقى للعلاقات في العصور الحديثة. في العصور الحديثة بدأت العلاقات تتطور، وخاصة بعد ظهور الثورة الصناعية. الثورة الصناعية أثرت بشكل كبير جدا في العلاقات الدولية. العلاقات الدولية بدل ما كانت مقتصرة على الجانب الإقليمي بدأت تأخذ معانا طابع العالمية. يعني بدل ما كانت الدولة بتعمل علاقة مع الدول المجاورة بس، لا، بدأت إن هي تعمل علاقات مع الدول اللي هي بعيدة عنها. ده غير كمان إن العلاقات بدأت تتحول، بدل ما كانت مجرد علاقات من حرب وسلام بدأت تتنوع معانا إلى مجالات متعددة تشمل معانا الجانب الاقتصادي والعسكري. وهنا بقى ممكن يجيلك سؤال ويقول لك ما العلاقة بين الثورة الصناعية والعلاقات الدولية؟ وفي سؤال تاني ممكن يجيلك يقول لك ما العلاقة بين الثورة
الثورة الصناعية والحدود السياسية. في فرق كبير جدا بين السؤالين. السؤال اللي يقول لك ما العلاقة ما بين الثورة الصناعية والعلاقات الدولية، هتقول له إن العلاقات الدولية بدأت تتأثر معانا، بدل ما كانت بتقتصر على علاقات الجوار بدأت إن هي تتصل معانا إلى أفق أوسع وشملت العالم بأسره، وبدل ما كانت مجرد علاقات حرب وسلم شملت معانا مجالات متعددة. إنما ما العلاقة بقى ما بين الثورة الصناعية والحدود السياسية، هتقول له إن بسبب ظهور الثورة الصناعية، هتقول له أدى إلى ظهور عمليات المسح الميداني في تحديد الحدود السياسية. نيجي بقى على آخر عصور معانا وهي العصور المعاصرة، وديت فيها تنوعت العلاقات الدولية وتشعبت العلاقات الدولية. ده بيثبت الكلام ده، قال لك ظهرت معانا حاجة اسمها البعثات الدبلوماسية. ومعنى البعثات الدبلوماسية اللي هي المؤتمرات بتاعت الدول اللي بتبعتها لدول تانية بتتكلم عنها بالنيابة عنها في المجال الاقتصادي أو السياسي. هنا اللي هي السفارات، دولة مثلا زي دولة الصين لها سفارة عندنا، دولة زي دولة اليابان لها سفارة عندنا. فمعنى إن هي لها سفارة هنا معنى كده إن العلاقات بدأت تتطور وبدأت إن هي تتنوع. عشان لو جالك سؤال كده وقال لك أكبر صحوة للعلاقات الدولية كانت إمتى، هتقوله في العصور المعاصرة. طب ما لقيتش في الاختيارات العصور المعاصرة، هتلاقي اللي هو آخر القرن العشرين. والعلاقات الدولية هنا برضو في العصر ده بتتميز معاك بالتنوع وكمان بالتداخل. طب تعال نحط كده شوية أسئلة على النقطة ديت. يجي لك سؤال يقول لك اتسمت الحروب بالعصور الوسطى بطابع الإقليمية ولا طابع العالمية ولا طابع الشمولية؟ طبعا هتقول له بالطابع الإقليمية. طيب السؤال التاني بيقول لك أخذت العلاقات الدولية طابع العالمية بسبب إيه؟ هل ظهور الأحلاف العسكرية ولا الصراع بين الفرس والروم ولا الفتوحات الإسلامية ولا الثورة الصناعية؟ ها، بيقول لك هنا العلاقات اتخذت معانا في الطابع العالمي. احنا عارفين الطابع العالمية ده كان في العصور اللي هي الحديثة، مش كده؟ العصور الحديثة دي بقى ظهرت بسبب ايه؟ طبعا بسبب ظهور الثورة الصناعية، وبالتالي ظهرت بعد كده العلاقات تأخذ معانا طابع العالمي. طيب السؤال الثالث بيقول لك أثبتت جائحة كورونا وحدة المسار العالمي، ويتضح ذلك من خلال إيه؟ هل الاستشعار عن بعد ولا أهمية العلاقات الدولية ولا التعريف بالمشكلات السياسية ولا وضع قوات حفظ السلام؟ ها، طبعا جائحة كورونا ديت الدول كلها بدأت إن هي تساعد بعضها يبقى خلال إيه؟ طبعا أهمية العلاقات الدولية، الدول كلها بدأت إن هي تساعد بعضها أثناء جائحة كورونا. نيجي بعد كده بقى على حاجة تانية وهي العوامل اللي بتأثر في العلاقات الدولية. طبعا احنا عارفين ان العلاقات الدولية ممكن تكون علاقة إيجابية أو علاقة سلبية. ممكن أعمل مع واحد مثلا علاقة إيجابية عن طريق إن أنا بتعاون معاه، ممكن أعمل علاقة تانية مع واحد تاني أبدأ إن أنا أعمل حرب معاه، فده يعتبر كده عامل سلبي. يبقى إذا العلاقات هنا بتتميز معاك بالسلبية والإيجابية، وتتميز معاك برضو بالقوة والضعف وكمان النمو والإضمحلال. إيه هي بقى العوامل اللي بتأثر في العلاقات الدولية؟ قال لك في عندك عوامل طبيعية وفي عوامل بشرية. العوامل الطبيعية بتتمثل معانا في الموقع والمساحة، والبشرية بتتمثل معانا في عدد السكان والوزن الاقتصادي والقوة العسكرية. أول حاجة وهي المقومات الطبيعية. المقومات الطبيعية أول حاجة فيها وهي الموقع. بيقول لك إن إحنا عندنا الموقع دوت في عندنا مواقع مركزية وفي مواقع تانية هامشية، مركزية أو استراتيجية. طب اديني أمثلة للدول زي كده. قال لك في عندك دولة زي دولة مصر. في دول تانية هامشية زي دولة استراليا، في دول تانية زي نيوزيلندا، دولة كندا، دولة تشيلي، كل دي دول هامشية. فأنا دلوقتي لما تيجي تعمل علاقة، هل هتروح تعمل علاقة مع دولة مركزية ولا دولة هامشية؟ طبعا مع دولة مركزية، ويا سلام بقى كمان لو كانت دولة مركزية ومعاها كمان موقع استراتيجي زي دولة مصر كده عندها قناة السويس، ولا دولة تانية مثلا زي دولة المغرب موقعها برضو موقع مركزي وكمان موقع استراتيجي. يبقى إذا العلاقات الدولية بتزداد معانا في الدول اللي هي ذات الموقع المركزي أكتر ما بتزداد في الدول الهامشية. تاني حاجة معانا بقى وهي المساحة. في عندنا دول ذات مساحة عملاقة وفي دول تانية ذات مساحة قزمية. وخدها قاعدة كده، الدول ذات المساحة العملاقة اعمل معها علاقة زي مين؟ زي دولة روسيا الاتحادية، طبعا أكبر دولة في العالم. على عكس الدول التانية اللي هي مساحتها قزمية زي دولة مالطا، زي دولة الفاتيكان، دولة لوسوتو، كل دي الدول صغيرة. يبقى احنا معانا الدول المركزية والدول ذات المساحة الكبيرة، دول أكتر الدول اللي العلاقات الدولية بتأثر فيهم بشكل إيجابي. نيجي بعد كده بقى على المقومات البشرية. وزي ما احنا عارفين عدد السكان طبعا برضه بيأثر في العلاقات الدولية. عندك دولة زي دولة الصين. دولة الصين بعد ما طلعت من الحرب العالمية الثانية احتلت مقعد دائم في مجلس الأمن، ومجلس الأمن ده يعتبر أهم أجهزة الأمم المتحدة. وفي الوقت ده الصين ما كانش ذات ثقل اقتصادي أو عسكري، يعني ما كانش لسه الاقتصاد بتاعها قوي ولا حتى كانت ذات ثقل عسكري، إنما دخلت مجلس الأمن من خلال إيه؟ من خلال القوة الديموغرافية، لأن الصين في الوقت ده معاها حوالي ربع سكان العالم أو أقل من ربع سكان العالم بحاجة بسيطة. وتاني حاجة بقى في المقومات البشرية وهي الوزن الاقتصادي. دولة الصين حاليا تعتبر هي من أقوى الدول على مسرح العلاقات الدولية، لأن
دلوقتي بقى لها قوة اقتصادية كبيرة جدا، والدول كلها بدأت إن هي ترتبط بيها وتعمل معاها علاقات دولية، لأن هي لذاتها قوة اقتصادية كبيرة. احنا دلوقتي بقى عايزين نفرق بين حاجتين اتنين، ما بين إن الصين لما جت تدخل مجلس الأمن، وبين إن هي بقى أصبحت لاعبا أساسيا على مسرح العلاقات الدولية. الصين لما جت دخلت مجلس الأمن كانت دخلت بالقوة الديموغرافية، لأن معاها حوالي أقل من ثلث سكان العالم، إنما لما أصبحت لاعبا أساسيا على مسرح العلاقات الدولية ده كان بسبب الوزن الاقتصادي والقوة الاقتصادية. نيجي بعد كده على آخر حاجة في المقاومات البشرية، وهي القوى العسكرية. طبعا القوى العسكرية بتلعب دور كبير جدا في العلاقات الدولية. اتحاد زي الاتحاد السوفيتي ده بعد ما تفكك 1991 كانت روسيا تعتبر هي الوريث الأكبر للاتحاد السوفيتي، حيث مؤثرا في كثير من الأحداث العالمية بدأت تتدخل، زي مشكلة أوكرانيا اللي موجودة دلوقتي، والأوضاع اللي في سوريا بسبب ثورة هناك حصلت في سوريا اسمها ثورة الربيع العربي، وروسيا تدخلت هناك لحل المشكلة اللي موجودة. وبكده يبقى احنا خلصنا الجزء الأول من الدرس. انتظرونا في فيديو جديد. شكرا ليكم. كان معاكم مستر محمد السيد الشامي.